في قلب القاهرة وبين أزقتها التاريخية نشأت لحظة غير عادية غيرت وجه الاحتفال بشهر رمضان في العالم الإسلامي. كان ذلك في عام 859 هجرية و1439 ميلادية، عندما بدأ تقليد مدفع الإفطار لأول مرة في تاريخنا ليصبح جزءاً أساسياً من أجواء الشهر المبارك في مصر، بل ورمزاً للاحتفال الرمضاني. تبدأ القصة في رمضان 859 هجرية، عندما وصل إلى الوالي المملوكي خوشقدم هدية غريبة من صاحب مصنع ألماني، مدفع حربي حديث. لم يكن يعلم الوالي أن هذه الهدية ستكون بداية لتقليد رمضاني سيستمر لقرون. وفي أول يوم من رمضان، وبينما كان الوالي يختبر المدفع، صادف أن وقت غروب الشمس قد حل، فدوي صوت المدفع في نفس اللحظة التي كان المسلمون في القاهرة ينتظرون فيها الإفطار. وفي اليوم التالي ظن مشايخ الحارات والطوائف أن المدفع كان إعلانا رسميا لبداية الإفطار، فتوجهوا إلى الوالي لشكره على هذه الفكرة التي أضافت فرحا خاصا للمسلمين في رمضان. أعجب الوالي بالفكرة وقرر أن يصبح هذا الصوت الرائع جزءا من تقاليد الشهر الكريم. هكذا ولد مدفع الإفطار في القاهرة، ليطلق كل يوم مع غروب الشمس معلنا بداية الإفطار. تطورت فكرة المدفع بمرور السنوات عندما تولى محمد علي الكبير حكم مصر، ليضيف لمسة جديدة لهذا التقليد. في إطار خطته لبناء جيش قوي، جلب محمد علي مدافع حديثة، وفي إحدى أيام رمضان قرر اختبار أحد هذه المدافع، وعندما أطلق المدفع وقت غروب الشمس تزامن الصوت مع آذان المغرب من فوق قلعة القاهرة. كانت تلك اللحظة مفاجأة للمصريين، فاعتقدوا أن هذا أصبح جزءا من الاحتفال الرمضاني، فطلبوا من محمد علي أن يستمر في هذا التقليد طوال الشهر. وأصبح المدفع يطلق مرتين يوميا، مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور. منذ ذلك الحين أصبح مدفع الإفطار علامة مميزة لرمضان في مصر، لم يعد مجرد صوت مدفع، بل أصبح يربط المسلمين في القاهرة بلحظات من الفرح الجماعي والتقاليد التي ترسخ في الذاكرة. ومع كل غروب شمس في رمضان ينتظر الجميع ذلك الصوت العريق الذي يعلن بدء الإفطار، مستحضرين معهم ذكرى تاريخية غنية ويعزز في نفوسهم رابطا عميقا بين الماضي والحاضر. هكذا يبقى مدفع الإفطار رمزا من رموز رمضان في مصر، تقليدا يتجدد كل عام ليحمل في طياته قصة أمة وتاريخا طويلا، ويظل أحد أكثر التقاليد الرمضانية المحبوبة في كل بيت مصري.